ثمنها صعب بصراحة. الأخطاء التي قد تعني الخروج من البطولة وفقدان التأهل إلى الأولمبياد، لذلك الحذر الكبير من ارتكاب أخطاء دفاعية في مباراة اليوم. إما أن يكون خطأ دفاعيا، مهارة فردية، ربما لما لا كرة ثابتة. المنتخبين عندهم القدرة على تسجيل أهداف من لعبة جماعية، ولكن الأهداف غائبة عن كل هذه الأشياء التي نتحدث عنها. لم نشاهد الكثير من الخطورة، لم نشاهد الأهداف. أفضلية للمنتخب القطري على مستوى الاستحواذ على الكرة، نسبة وصلت إلى 63%. كرة لمسة إلى الأمام، محاولة من جانب مهند عبد الرحيم، لكن تعطي أمام مداب ولمسة إلى الأمام. أكرم، تمريرة الرد خطيرة للعنابي، انطلاقة وانفراد عنابي. هدف للمنتخب القطري. هفوة قاتلة في دفاع العراق. أحمد علاء يقول هيا بنا إلى ريو. في ملعب البطولات العنابي لا يتوقف، العنابي يريد مزيد من الانتصارات. شوف هفوة قاتلة من الدفاع، الله على لمسة، على انطلاقة. ومين هذا؟ أسد. لمسة جميلة لأكرم عفيف، تمريرة بعد ذلك لعلاء. هجمة ثلاثية جماعية عنابية من ذهب، بأقدام من ذهب، وكأنهم يقولون هيا بنا إلى ريو. العنابي هدف، قطر هدف. لم تكن حاسمة يا أسد، لم تكن لقطة الختام، لم يكن لقطة التأهل. كان بالإمكان أن ينهي الجدال في مباراة اليوم، لكن يبدو أنه فؤاد طالب أراد أن يؤكد للعراق أمل. للعراق أمل، هل يحصلون عليه؟ هل يحصلون على تعادل يمددون المباراة؟ يا حصري، مر حصري يحاول على اليسار بكرة، تعثر علي حصري، وبعد ذلك ضاعت منه، وبعد ذلك الكرة إلى رمية جانبية. يا لها من إثارة، نهائي قبل الأوان، بطاقة تعني الذهاب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. لقاء الأحبة الأشقاء، حصني بحث عن خطأ، الحكم لم يحتسب شيء. العراق تندفع إلى الأمام، أسود الرافدين يندفعون للهجوم، راسية وكرة. لم تخسر العراق. هدف التعادل للمنتخب العراقي، مهند عبد الرحيم، راسية جميلة وكرة في الشباك القطرية في آخر دقائق المباراة. يا إلهي، يا إلهي على لقطة على رأس مهند. يريد الذهاب إلى ريو، يريد أن يؤكد أنهم لم يخسروا، يريد أن يؤكد أن أسود الرافدين لا يستسلموا بسهولة. نعم، من أجل العراق، تعادل العراق في وقت متأخر في الرمق الأخير من بحث عن مرتدة بالنسبة للعنابي. طويل الكرة لمصلحة العراق بالراس، كرة هدف ثاني لأسود الرافدين. نعم فعلت العراق. هدف أيمن حسين، كلاكيت ثاني مرة، راسية ثاني مرة، وهدف. وقع مر يا لمرارته على جماهير العنابي. شوفها مرة أخرى، هذه عرضية وراسية وكرة في زاوية صعبة على الحارس. سيسجل المنتخب العراقي في وقت قاتل هذا الهدف الذي يعني ربما الذهاب إلى ريو. كرة القدم أهداف، قطر أضاعت الكثير من الأهداف.